في العشر الآخر دعيت رب العرش رب الوجود يشفي من طراه المراض ووجعه بجسمه تزيد. هل دمع عيني وانا ادعي لك بوسط السجود يا الاب الثاني والسند والركن القوي شديد. جانا العيد يا عمنا وانت بالعناية ردود، لا ضحكة تكمل ولا تمت بيتنا فرحة عيد. بعنوان شفاك ربي العم الغالي، مقدمة من أم الوليد لعمها الغالي عبد ربه ناجي الصوفي، تتمنى له فيها بالشفاء العاجل وتطلب دعوات الجميع بالشفاء العاجل لعمها الذي تعتبره مقام الأب الثاني. وهذا أخوهم الشاعر أبو شباب بي. مع تحيات تسجيلات الكرماني. في العشر الآخر دعيت رب العرش رب الوجود يشفي من طواه مرض ووجعه بجسمه تزيد. هل دمع عيني وانا ادعي لك بوسط السجود يا الاب الثاني والسند والركن القوي. رجال العيد يا عمنا وانت ذي العناية ردود، لا ضحكة تكمل ولو تمت بيتنا فرح عيد. الفرحة بدونك بكاء والعيد شوم وايام سود وقلوب الجميع موجعة ما نهنا اللباس الجديد. الإسرة بدونك نقص مثل البيت دون العمود، لا سمح لهذا المرض قد شل علينا السديد. لا غيبك عننا اكرم من خلق بالوجود، روحي والكبد لك فداء ويفداك الولد والوليد. يا ضوء البلد كلها والمسند وسيد السيود، يفداك الكبير والصغير يفداك القريب والبعيد، يفداك القريب والبعيد. يا ضوء البلد كلها والمسند وسيد السيود، يفداك الكبير والصغير يفداك القريب والبعيد. لو تنهي بأحزان مسعود نهداته تشوق الحيود، لو ينابع نذكرك يجعل جوف صدره وقيد. ألمك والوجع والمرض مزق قلبنا والكبود، مكتوبك ولا نعترض حكم الله فينا. هذا هو بلاء وامتحان من عند العظيم الودود، وان تصبر عليه واحتسب بعد الصبر تفرج اكيد. عادك ربنا كل عيد وجعك بالسلامة تعود، وعطك ربي العافية ويجعل لنا عمرك مديد.